خلينا طبعا ندخل في السلبيات على طول، علشان هي سلبيات الصراحة أكتر من إيجابيات. أول حاجة البطل. البطل الصراحة جانب إيجابي وسلبي. جانب إيجابي إن أنا أصلا بحبه وبحب تمثيله، وهو لايق على دور اللي هو ضابط، إنما هو ما كانش لايق على دور إن هو تبقى طالب ثانوي، مع إن الموضوع كان سهل خالص. يعني المفروض إن هم كانوا يغيروا شكله، مثلا يلبس نظارة، ينزل شعره على جبهته. القصة دي أصلا بتخلي الممثل الكوري بيصغر 20 سنة، فاللي هو أصلا هو شكله وهو ظابط، هو شكله وهو طالب. تاني حاجة قصة حبه مع المدرسة، الصراحة ما حسيتهاش نهائي، مش شايفة الكيمستري، ومش شايفة يعني هم ما ادوناش فرصة ان احنا نشوف الكيمستري، ما فيش ما بينهم المشاهد القوية دي او القصة المؤثرة اللي تخلينا ان احنا نتأثر بيها. ثالث حاجة لما هي مثلا البطلة كشفته ان هو مش طالب، بسهولة كده راح معترف ان هو ظابط. هم هيدخلوها في مهماتهم وتساعدهم وكده. المفروض يجيبوا لنا مثلا ان هي بيتحروا عنها، يعني يحصل حاجه عشان يثقوا فيها، انما على طول وثقوا فيها. والغريبه كمان ان هم ياخدوها المكتب بتاعهم اللي هو المفروض سري، يوروه لها وبتاع. يعني ايه في ايه؟ يعني لا خالص.